ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهارده مهم جدا ليكم انتوا. هتكلم عن كومنت جالي وانا حابب اعلق عليه في الفيديو ده، بس عشان خاطري اسمع الفيديو الاخر وافهم الكلام. فواحد كتب لي كومنت على التيك توك بيقول لي انت بتشوف الكومنتات؟ انا متاكد ان انت لو بتشوف الكومنتات مش هتعمل فيديوهات تاني خالص. اللي كاتب الكومنت ده اسمه هيثم. انا عايز اقول ان انا لو بصيت على كل كومنت سلبي بيجي لي والكومنت ده اثر فيا وحذف نفسيتي جامد، ما انا كده هقعد في البيت مش هصور فيديوهات. انا ما عنديش مانع ان انا اصور فيديو يكون واحد بس مهتم بالمحتوى اللي انا بعمله، طالما انا كمحمد مش طالع لا بغضب ربنا. وبمناسبه الماجيك، لان انا زمان كنت مفكر ان ده سحر فعلا ومش عارف ايه، واهلي كانوا مش متفاهمين ده كويس، فانا جيت فتره كده يعني انقطعت، بعد كده كملت لما اتاكدت ان انا ما بعملش حاجه فيها حرمانيه، بل بالعكس انا ممكن اكون باخد حسنات بسبب ان انا برسم بسمه على وش حد. فانا لا بغضب ربنا ولا بجرح حد ولا بعمل حاجه فيها مشاكل. خلاص انت بقى عايز تطلع تشتمني تنتقدني، اعمل اللي تعمله. فهل انا بقرا الكومنتات؟ بقراها، بس لو انا اخدت كل كومنت كده ايه ده بيشتمني، انا هاحبط هبطل. انا كده انا كده مش هظهر لك. انا بعمل فيديوهات من 2013، من قبل ما اليوتيوب ده يبقى اسمه بقى يوتيوب وكده، يعني كان لسه في البدايات. وهسيب لك هنا فيديوهات ليا وانا صغير. فالنصيحه اللي انا جاي اقولها لك في الفيديو ده، لو انت بتحب حاجه، يعني انا اهو انا اصلا دكتور صيدلي وبحب الماجيك. انا اللي خلاني اكمل في المجال ده هو ان انا عارف ان انا هبقى متميز فيه، لان انا بحبه، لان الموضوع بدأ معايا كهوايه والحمد لله دلوقتي انا واخده كشغل. فانت لو بتحب حاجه ما تتسرعش، بص على الحاجه دي الاول، راجع نفسك، شوف هل انت بتغضب ربنا بيها، هل هتجرح ناس، هتضايق ناس. لا خلاص، توكل على الله وما تسمعش لاي حد. لو لقيت واحد صاحبك قريب منك او بيقول لك لا والله بس انا حاسك يعني بلاش تدخل في السكه دي، ما تسمعش كلامه. خليك واثق في نفسك. انت مش عايز اقول لك ما فيش حد هيتمنى لك الخير، بس فعلا في ناس قلوبها وحشه وما بتحبش الخير لغيرها، وبنسبه كبيره معظم اللي هيكونوا بيتفرجوا على الفيديو ده هيكونوا الناس مهتميه بالماجيك. فانا نصيحتي ليكم كملوا في المجال ده، ما تيأسش، ما تخليش حد يقول لك وانت مفكر نفسك ساحر، قول له انك ما قلتش ان انت ساحر. انت عندك موهبه زيك زي اللي بيرسم، زي اللي بيغني، زي اللي بيلعب كوره، وهدفك منها انك بتسليه، بتخليه يشوف حاجه او يعيش تجربه ما عاشهاش قبل كده. هو ده الموضوع كله. لكن انا لا انصح منك ولا اشطر منك. انت عايز تشوفني انصح منك، خلاص انت اللي حابب تحط نفسك في المكانه دي. ماشي، هو الماجيشن بيبقى متميز ان هو ذكي وشاطر، بس انا ما جيتش قلت لك ان انا اذكى منك ولا اشطر منك، ولا عمري عملت كده عشان اثبت لك ان انا احسن منك. وانت عارف، انت كماجيشن عارف ان انت لو دخلت معاه في تحدي، بس لو انت شاطر في المجال انت هتفوقه بمليارات المراحل. ونصيحه برضو لاي حد بيتفرج على فيديوهاتي وبيتعلم خدع، ما تقعدش. انت خلاص اتفرجت على الخدعه، تمام، اتدربت عليها، تمام، بعد كده عملت ايه؟ لا، انزل دلوقتي روح اعمل الخدعه دي للناس، اتدرب عليها الاول، بعد كده انزل اعملها. انا مش عايزك تتعلم خدعه وتقعد تسكرول ما تخلصش الفيديو بتاعي ده وتروح على فيديوهات تانية. انا عايزك بعد ما تخلص الفيديو ده ترجع لاخر فيديو مثلا اتفرجته لي، اتعلم الخدعه كويس وصح، اتدرب عليها، وروح لاي حد يعمل له الخدعه. هتسمع حاجات ايجابيه من الناس، الحاجات الايجابيه دي هتزقك، هتخليك عايز تكمل. مع ان انا مش عايزك تكون مبرمج دماغك على الموتيفيشن، مش عايزك اللي هو انا دلوقتي متحفز انا لازم اروح بقى دلوقتي اعمل خدعه. لا، خلي عندك استمراريه، خليك ملتزم. انت كل يوم وراك كذا مثلا، وراك صلاتك، وراك مش عارف لو بتتمرن وراك تمرينك، وراك. وخلي برضو جزء للهوايه اللي انت بتحبها سواء كانت هي ايه، مش ليك كماجيشن بس، اتمرن عليها، اتقنها، وروح ما تحبسش نفسك. انت عندك هوايه، روح طلعها، وري نفسك للناس. خايف ومش عايز تصور فيديوهات ومقلق والكلام ده، تقدر تتابع معايا، انا عامل متابعه اونلاين وفي 3 باقات واسعارها خرافيه، وغيرك مجرب كتير. لو عندك اي مشكله في الماجيك ابعت لي وانا هتكلم في فيديو مخصوص زي ما قلت عن الموضوع ده. استكمالا للموضوع، انا بالذات عندي على تيك توك ناس كتير قوي بتهاجمني، وعادي بقى كومنتات شتايم، واللي بيشتمني باهلي واللي بيدعي عليا. هل انا هروح لكل واحد ارد عليه؟ انا لو رديت عليه هبقى بعمل له قيمه. وعايز اقول لك ان انا برضو بني ادم، يعني اوقات في كومنتات بتضايقني جامد، بس هي بتبقى على حسب الحاله. ممكن لو انا حالتي في الطبيعي متضايق من حاجه وشفت كومنت، ساعتها فعلا ممكن دمي يحرقني. اوقات تانية ممكن ابقى عادي، مثلا الدنيا تمام مش عارف ايه، اشوف كومنت يضايقني، خلاص ما عادي، هعمل ايه؟ السلبيه جزء من نجاحك. لو انت ما تهاجمتش اعرف ان في حاجه غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا الناس نفسهم مختلفين عليهم. انت مين يا عبد عشان ما تتهاجمش؟ الهجوم ده جزء من اللي انت بتعمله، سيستم دماغك على كده خلاص. في ناس كتير بتبعتني بتقول لي والله يا جدو احنا يعني بنحب المجال وكل حاجه، بس انا مش عارف، مش عايز اصرف فيه، حاسس ان انا مش هستفاد حاجه. لا، هتستفاد، بس انت قاوم، خليك راجل، ما تسمعش الكلام حد. اللي انت بتحبه هو اللي هتبقى متميز فيه. بتحب الماجيك، اتدرب وادفع فلوس احسن ما تروح تدفعها في سجاير وحشيش وفيب. استغل فلوسك في انك تستثمر في نفسك، والاستثمار في نفسك هو انك تتعلم، تتمرن، العب اي رياضه يا عم، سباحه، انزل اتمرن في الجيم، اعمل اي حاجه، بس ما تقعدش مش عارف تعمل فلوس. اشتغل شغلانه جنب اللي انت بتعمله، سواء انت كنت بتدرس او ما بتدرسش. وبقف كده في نهايه كل يوم، بص لنفسك وقول انت عملت ايه؟ هل انا عملت اللي ورايا؟ بقى خلاص انت كده زي الفل، وبكره تاني هتعيد نفس اللي انت عملته. مش حاجه اسمها انا بحب اجدد، جدد
بس شوف ايه الاولويات اللي انت عايز تعملها. يعني انت لو فعلا عايز تبقى شاطر في الماجيك استثمر في الماجيك، ما تقولش انا ايه العائد اللي هيجي لي منها. لما تهتم بحاجه الفلوس صدقني هي اللي هتجيلك، مش انت اللي هتروح لها. انت بس محتاج تشغل ده وتفكر بره الصندوق. موضوع التميز ده بالظبط عامل زي الناس اللي واقفه في طابور وكلهم في اوضه ضلمه مش عارفين يخرجوا منها، ولو واحد منهم بس حاول يشذ عنهم انه يحاول مثلا يفتح الباب او كده يمسكوه ويمنعوه انه يفتحها، خايفين عليه ان هو يجرب او يغامر بحاجه جديده. ده اللي انا عملته واتهاجمت في الاول وناس كتير منعتني وقالت لي بلاش مش عارف ايه. عايز اقول لك ان انا كجادو خايف لما اكبر اقول يا ريتني كنت تعبت وانا صغير، يا ريتني كنت في العشرينات بعمل وبعمل وبعمل. صدقني هتتعب النهارده هترتاح بكره. الجمله دي حقيقيه. ويا عم تعالى نعتبر ان انت مش هترتاح، ما انت جاي الدنيا تعمل ايه؟ انت جاي الدنيا عشان تشتغل عشان تسعى. عايز ترتاح يبقى ارتاح في الاخره، الاخره نقابل ربنا وفي الاخر كلنا ندخل الجنه ان شاء الله. خلاص ما هي دي بقى الراحه. انت جاي الدنيا يا عم اتعب الكام يوم اللي انت جايهم. انت جاي في الدنيا دي ضيف. تصحى من نومك وراك اكل تمام، وراك شغل تمام، وراك عباده تمام، وراك تمرين تمام، وراك دراسه تمام، ليك كذا شغل. ما تخليش حاجه تلهيك، لا فيسبوك ولا انستجرام، ما تقعدش تفتح وتقعد تسكرول ما تخلصش الفيديو ده بقول لك وتروح تكمل تقليب. لا شوف اقفل الفيديو ده بعد ما يخلص، اقفله وروح. لو انت عايز تتدرب على حركه اتدرب عليها، وروح دلوقتي لاقرب حد، انزل تحت الشارع وقف حد في الشارع قول له تعالى اعمل لك خدعه، شوف هيقول لك ايه. وما تتضايقش من السلبيه. السلبيه جزء من نجاحك، والفشل هو سلمه عشان تطلع للنجاح. يعني مفيش حد نجح ما فشلش قبل كده. الفشل زي ما بقول لك كده هي تجربه او سلمه انت بتطلع عليها عشان تفوق المستوى اللي انت كنت فيه. تجربه حصلت لك وحشه انت منها بتتعلم انك تبقى احسن، هو ده الفشل. لكن لو ما اتعلمتش من اخطائك يبقى انت كده ماشي في سكه غلط. فانا مش هبطل اعمل فيديوهات، لو ربنا اداني العمر ان شاء الله متواجد. لازم انا بصحى وبعمل اللي ورايا وبسافر اصلا عشان جامعتي، وانا زي ما قلت لكم في كليه صيدله، ورايا تمرين، ساعات بساعد والدي في شغل الصيدليه لان والدي برضو دكتور صيدلي. ده غير طبعا شغلي في الماجيك والناس اللي بتابع معاهم. انا باجي في اخر اليوم ببقى مبسوط ان انا اشتغلت، ان انا اجتهدت. في نهايه الفيديو عايز اقول لك ما تخليش حد يحبطك. افتكر دايما لما تلاقي نفسك مش حابب تعمل حاجه او مقفول منها ان هي الدنيا كده انت موجود فيها عشان تتعب، عشان في الاخره ربنا يجازيك خير. شكرا لكم يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده. لو حبيتوا المحتوى ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا عارف ان في هنا جيوش بتحبني، انتوا على راسي والله العظيم. حابب اشكركم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم، واكتبوا لي عايزين فيديوهات المره الجايه عن ايه. وما تنسوش زي ما قلت لكم صلوا على النبي، قربوا من ربنا، حافظوا على صلوات. بس كده يا شباب بحبكم جدا واشوفكم في حلقات تانية كتير.